بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله مكملين في الكورس بتاع احمال الويند. طبعا احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه، احمال الويند على المباني. تمام، دلوقتي هنبتدي نخش بقى في الجزء بتاع احمال الويند على الاستراكشر. ابتدينا في المحاضرة اللي فاتت لما خدنا احمال الويند على الجزء بتاع الايه الساينس. الساينس ديت اللي هي زي الايه الاشارات والحاجات اللي زي دي. مكملين بقى في الاستراكشرز. ان شاء الله هناخد النهارده لو احنا عندنا بقى في الحاجات بتاعت التشيمني والحاجات الستاكس والمآذن بتاعت المساجد. لو انت عندك مسجد مثلا، عندك مسجد وفي جنبه مأذنة، تمام، او المداخل مثلا اللي موجودة، او المصانع اللي هي موجودة في المصانع، والكولينج تاورز والحاجات اللي زي دي، او اي حاجة شبهها يعني. ان شاء الله تقدروا تشوفوا المحاضرة ديت ان شاء الله على وسائل التواصل الاجتماعي، ولو حد عنده استفسار يقدر يتواصل معايا على اي وسائل، على اي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي. ان شاء الله دلوقتي ركاب بسيط يعني، عشان برضو اللي ما حضرش المحاضرات اللي فاتت مثلا يبتدي يبقى فاهم معانا ايه البروسيجر اللي احنا هنمشي بيه. هو دلوقتي احنا بنتكلم، هي المعادلة سهلة وبسيطة اللي احنا بنتكلم عليها. احنا دلوقتي كل اللي احنا عاوزين نحسب ضغط الرياح الخارجي اللي هو البي اي او البريشر. طيب احنا كنا قبل كده كنا بنسمي ده الفاكتور ده اسمه سي اي، وعندنا كي وكيو. كيو ده البيزك ويند سبيد، ضغط الرياح الاساسي اللي هو جاي منين؟ جاي قلنا من معادله ايه؟ برنولي. كي ده بيعتمد على الارتفاع، يعني كل ما انت في، لو احنا وصلنا للفيجر ده هتلاقي ان انت كل ما تطلع لفوق، تمام، هتلاقي الكيرف بتاع الويند عمال بيزيد ايه معاك، وبالتالي الويند بريشر مش ثابت، لا ده هو بيزيد مع الارتفاع. طب الفاكتور اللي هناخده عشان يعادل القصه دي او يعمل ادجستمنت للموضوع ده هو الفاكتور بتاع الكي. تمام. طيب يبقى احنا قلنا الكيو ده البيزك ويند سبيد، قلنا الكي ده هو الاكسبوجر فاكتور اللي هو بيتغير مع الارتفاع. طيب والسي اف ده حاجه بتاخد الادجستمنت بتاع الشكل، يعني شكل لو سيركولار، لو شكل سيركولار مختلف مثلا عن شكل مثلا يكون مربع، مختلف عن شكل يكون مثلا حاجه بنتاجون كده، تمام، او اوكتاجون، تمام، او هيكساجون، تمام. فطبعا ده بيبقى اشكال ايه مختلفه. طبعا احنا اتكلمنا عن ايه باستفاضه في المباني. بناخد هنا الفاكتور سي اف ده، زمان كنا بناخده في المباني، كنا بنقول عندك ويند وورد وعندك لي وورد وعندك ايه روف. لكن انت مثلا هنا في الغالبيه العظمى بايه في الجزء بتاع الاستراكشر بنتكلم على سي اف، بيحسب لك في الاخر التوتال على الشكل كله كام. فكانه كانه بيجيب لك التوتال ايه فورس مره واحده. تمام. طيب ده البيزك ويند سبيد. التفصيلة بتاعتها قلنا الجزء الأولاني منها اللي هي نص رو في سكوير ده اللي هي معادلة برنولي، والسي تي والسي اس دول المفروض السي اس ده معامل الاستراكشر فاكتور، تمام. وليه كيسز لو انت عديتها المفروض بايه بتبتدي تحسبه، وتقدروا ترجعوا المحاضرات اللي فاتت هتبتدوا ازاي طريقة حسابه. وكنت نزلت برضه اكسل شيت بالخطوات الحساب بتاعته. والسي تي ده هو المعامل بتاع الفاكتور بتاع الارض، هل الارض هي المستويه فلات، ولا على جزء مثلا على ماونتن عاليه، ولا في جرف مثلا نازل لتحت. في الغالب الفاكتورز بتاعت السي تي والسي اس دول في اغلبيه الاوقات بناخدهم كل ده بواحد. عندك سبيشال كيسز بس معينه اللي بتبتدي تحسبهم فيها، فانت التو فاكتورز دول في الغالب بتبقوا ايه واحد. بتحسب المعادله دي. طبعا الرو ده هو كثافة الهواء وكثافة ثابتة 1.25. تمام. لو قدرت تحسب الكيو وعندك الفاكتور بتاع الكي والسي اف، يبقى انت كده حسبت الايه الاكسترنال بريشر. تعالى بقى كده ايه ده كده الكونسبت العام. طب تعالى بقى نتكلم دلوقتي ايه المحاضرة احنا هنتكلم على ايه النهارده ان شاء الله. هنتكلم ازاي ان احنا دلوقتي لو عندنا مثلا حاجات شيميني، او يعني مدخنه مثلا زي المداخن بتاعت مصانع الطوب، او ستاك من الستاكس مثلا، او عندك مأذنة، او عندك اي منشأة اسطوانية. تمام. طبعا احنا مش بنقابل ده في البيوت، في البيوت العادية، عشان كده احنا بنقول دخلناها تبع الجزء بتاع الايه الاستراكشرز، لان هي مش بتسرفس على بيت، ولكن انت في الاخر حاجة مثلا ايه، انت عملت مسجد فبتعمل جنبيه مأذنة،
فبالتالي هنحسب الويند ازاي على الميزانيه دي. طيب الناس اللي شغاله في المنشآت الصناعيه الاندستريال هتلاقي الحاجات دي منتشره كتير، عنده فيرتيكال فيزل تانكات، عنده ستاكس، عنده تاورز، عنده كولومز، ديسلينشن كولوم. كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده بكثره في المنشآت الصناعيه، وبالتالي يبقى احنا محتاجين ان احنا نحسبها، او على الاقل يبقى عندنا خلفيه او فكره، بحيث ان انت لو تعرضت لها في اي وقت تقدر ايه تحسبها. طيب احنا الشكل العام بالمنظر ده تحس ان الموضوع صعب، ولكن هو الموضوع كله ايه سهل. احنا كل الفكره، احنا قلنا المعادله بتاعتنا، احنا قلنا البي اي، قلنا في فاكتور سي اف وكي في كيو، قلنا دول خلاص، ده مفيش مشكله، ده حساباتهم زي ما في المباني زي في المنشآت. اللي بيختلف ايه السي اف، لان الفاكتور، لان الشيب الشكل الهندسي بتاع المنشأ مختلف. طيب يبقى احنا كل الهدف من المحاضره النهارده ازاي نحسب قيمه السي اف، وبالتالي حسبنا السي اف يبقى كده خلاص ما عندناش مشكله، يبقى احنا هنقدر نحسب الايه الاكسترنال ايه ويند بريشر. طب تعالى نشوف الاول الكود بيقول ايه، وبعد كده نفصل الموضوع بابسط يعني ان شاء الله. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يتم حساب قيمه معامل القوه، قوه الرياح الكليه اللي هو السي اف، على المداخل والمآذن والمنشآت الاسطوانيه والمنشآت المشابهه من الجدول ده، الجدول اللي هو ايه 7-6 ماشي. وتؤخذ قيمة توزيع معامل ضغط الرياح السي اي من جدول 7-7. طيب والشكل بتاع 7-8. طيب خلينا ايه الأول في الجزء الأولاني اللي هو جدول ايه 7-6، وبعد كده نبتدي نخش على جدول 7-7 وازاي نحسب ايه السي اي. طيب تعالى كده، هو ايه الأشكال اللي احنا ممكن نقابلها؟ طيب هو جه قال لك ايه؟ قال لك والله انت ممكن يكون عندك شكل مثلا مستطيل، شكل دائري، او شكل مثلا يكون مربع، او شكل مثلا يكون ايه مثلا شكل سداسي مثلا، تمام، شكل سداسي، تمام، او عندك شكل ايه ثماني، تمام، شكل ايه ثماني، اوكي. طيب او اي اشكال، يعني هو انا المقصد مش يعني هو في الاخر ايه عدد الله. طيب تعالى كده نفكر قبل ما ايه ما نشوف الجدول اللي هو بيقول ايه. طب انا دلوقتي لو عاوز احسب الويند بريشر على ده، هل الشكل ده فيه شارب ايدجز، ولا الشكل ده اكتر، ولا الشكل ده، ولا الشكل ده؟ طيب خلينا كده ايه واحده واحده. انا دلوقتي عندي الشكل الدائري ده، تمام، ده مفهوش شارب ايدج، فبالتالي لا متخيله ان هو في الاخر مش هياخد قوة رياح كتيرة، هو في الاخر هيعمل دايفرت كتير لقوة الرياح، وبالتالي لا متوقع عليه ان هو مش هيحصل فورتكس حواليه كتير، فبالتالي مش هيتولد عنده ايه فورسز للويند بقيمة كبيرة. طيب بعكس مين؟ بعكس ده كده هتلاقي مثلا ده في ويند هنا، في سكشن شديد هنا، تمام، في برضه ايه سكشن في الاتجاه ده. ليه؟ لان في فورتكس، يعني مثلا لو خدت الشكل المربع ده بره، تمام، هتيجي تلاقي الويند وهو جاي كده بيحصل شويه فورتكس هنا، شويه فورتكس هنا، شويه فورتكس هنا، شويه فورتكس هنا، فالموضوع ايه مش بيعمل سموث دايفرجن للويند. طيب تعالى كده نشوف، انا دلوقتي لو انا مثلا عندي الجزء، لا زي ما بقول الجزء مثلا ايه كده مثلا، تمام، الشكل ده في كام اضلاع؟ تمام 6 اضلاع. طيب لو انا حاولته بدايره كده، تمام، مش بقى اقرب للدايره، وبالتالي يبقى هو بياخد ويند فورسز اقل من المربع، بس ستيل اكتر من الدايره. طيب انا لو جيت مثلا نفس الدايره دي كده وقسمتها بقى اكتر اجزاء اكتر، تمام، فبالتالي اللي هو مثلا الشكل الثماني، فبالتالي ايه اكيد اقرب للدايره، فبالتالي طول ما انت عمال بتقرب للدايره، تمام، السيركل، كل ما انت بتكون الويند فورس بتاعتك ايه اقل، تمام. طيب كل ما تقرب للسكوير المربع هتبقى الويند فورس بتاعتك ايه اعلى. طيب ده كده من غير ما اي حسابات، من غير ايه بالمنطق. طيب تعالى كده نبص على الجدول ده، تعالى نشوف. في الاول هم قسموا ايه؟ في دائري، وفي شكل سداسي وثماني، وفي مربع. طيب خلينا بغض النظر عن اللي هو كاتبه تحت الشكل الدائري، بس خلينا ناخد اي حاجه، تمام. بص شوف الفاكتورز دي كام؟ 0.5، تمام. الشكل المربع 1.3. طيب 1.3 دي بتفكرك بايه؟ بتفكرك بان احنا لما كنا بنحسب على المباني، لو انت مثلا كده ده كان السي اي بتاعنا ب 0.8 بريشر من هنا،
وكان نيجاتيف 0.5 من هنا. فالمحصلة بتاعتهم كام؟ كأنه جمع كل فاكتورز اللي موجودة على المنشأ ده في اتجاه واحد، فقال لك ان هي يا عم اسمها سي اف 1.3 اللي هو ايه القيمة دي. تمام؟ قال لك ليه؟ لان الرياح هنا عمودي على الظل. طيب فبالتالي انا دلوقتي لو الشكل ده مربع، تمام، والويند جاي عمودي على الظل، فانت هتلاقي ايه 1.3. خلينا في الجزء الاولاني. تمام. طيب وبالتالي لو انت عندك بقى نفس الشكل ده بس فيه نفس كده، يعني مثلا ده مثلا وليكن بي والدامتر هنا بي، لا والله هي دلوقتي هتلاقي دي تقريبا ايه الفورسز عليها السي اف كلها التوتال سي اف كام بنص. وبالتالي ده بتبان رقم كبير جدا. شايف الفرق ما بين 0.5 و 1.3؟ فبالتالي الاحسن هتلاقي اغلبيه الحاجات المنشات العاليه والطويله، تمام، سواء بقى في المآذن سواء في المداخن في الحاجات اللي زي دي بيعملوها بايه؟ بالشكل الاسطواني ده. يعني بغض النظر ان هي في الاخر ايه، ان الاسطواني على فكره في تنفيذه اصعب، يعني ان انت الشكل السكوير ده في تنفيذه اسهل بكتير، ومع ذلك هم بيعملوه بالشكل الايه الدائري ده، لان ايه الفورسز بتبقى عليه اقل. طيب تعالى كده نبص تاني. طيب وبالتالي انت تيجي تبص تلاقي زي ما قلت لك كده، كل ما بتروح لناحيه المربع الويند بتزيد، الويند فورسز هتزيد او الويند بريشر هتزيد. كل ما تروح ناحيه الشكل الدائري هتلاقي الويند ايه بتقل. طيب خلينا نبص على حاجه تانية. طيب هو ايه بقى العمود بقى نقسمه ثلاثه كولومز كده. ده بياخد فيها فاكتورز حاجه اسمها اتش على دي. اتش على دي ده لو احنا شايفناه ده الارتفاع، تمام، وده العرض. كويس. طيب فبياخد الاسبكت ريشيو بتاعتك اتش على دي، بمعنى انا والله كل ما الاتش على دي ده يزيد، الاتش على دي كل ما يزيد كل ما الويند ايه يزيد. ماشي. كل ما بتكون كل ما يكون ارتفاعه عالي والسلندر اكتر، كل ما يكون الايه الويند فورسز عليه اعلى. بالتالي اللي باخد ويند عليه، تمام. ليه؟ لان انت كانك ممكن بتستخدم قطاع صغير، تمام، وارتفاع كبير، فساعتها هيبقى الويند بريشر على القطاع ده مش يعني لما تضربه في الاريا بتاعته مش هيكون كبير، فبالتالي بيزود هو عليه الويند ايه بريشر. طيب لما نيجي هنا نبص هو مديك ثلاث قيم، بمعنى ثلاث قيم انت عندك ده اتش على دي بواحد، تمام، يعني بشكل كومباكت. يعني في الاخر ده لو ارتفاعه مثلا الاتش بتاعتك 4 متر، الدامتر بتاعه 4 متر، تمام، 10 متر 10 متر. طيب ده الاتش على الدي، تمام، بسبعة، يعني في الاخر ان انت الاتش ده مثلا لو هو ب70 يبقى الدي بتاعتك بكام؟ ب10. تمام، ريزونبل. لكن ده مثلا لا، ده لو هو انت مثلا عندك ارتفاعه 100 مثلا، يبقى الدي بتاعته كام؟ 4 متر. فانت متخيل الرقم؟ يعني ارتفاع 100 متر ودايمتر بتاعه ايه 4 متر صغير، هيبقى كريتيكال اكتر. تمام. طيب فبالتالي هتلاقي الويند بريشر عليه ايه مزود، القطن ايه مزود. طيب تعالى كده نشوف. وبالتالي يبقى احنا كده كل ما النسبه دي بتزيد كل ما ايه الفاكتورز دي بتزيد. تعالى كده نشوف في المربع 1.3 1.4 2. كويس. طيب اتش على دي بواحد 0.5 في الدائري، تمام، 0.6 0.7. تمام كده. طيب يبقى احنا قلنا طول ما احنا بنطلع لفوق في الشكل المربع ايه الويند بريشر بيزيد او الفاكتور بتاع السي اف بيزيد. لو انت مثلا في الشكل الدائري السي اف ايه بتقل. طيب وكل ما الاتش على دي نسبه بتزيد كل ما الفاكتور بتاع السي اف ده ايه بيزيد. طيب تعالى كده ايه خلاص يبقى احنا ايه فهمنا بقى الايه ايه الثلاثه كولوم ده. طب الثلاثه كولوم دول ايه هو مديك ثلاث نسب، تمام. طبعا بعض الاكواد بتزود النسب دي، ممكن تاخد اتش على دي بربع بنص كذا، تمام، بتزود لك الفريكونسي. بس بالنسبه للكود والله لو انت اتش على دي الكود المصري يعني لو اتش على دي بواحد او اقل من واحد خلاص هتبتدي تاخد الايه الكولوم الاولاني. طب اتش على دي بسبعه هتاخد الكولوم الثاني. طب اتش على دي 25 او اكتر، تمام، هتاخد ايه اخر كولومز. طب ان بتوين يبقى هتاخد الايه هتعمل انتربوليشن ما بين دول. طيب لو ان بتوين بقى السبعه وال 25 هتعمل انتربوليشن ما بين ايه قيمتين ايه دول. تمام. اهم حاجه بس نفهم الجدول ده كويس جدا، وبعد كده خلاص يبقى انت كده كانك انت
كده يعتبر خلصنا بالنسبه للجدول ده وازاي حسبة الايه الويند، لان الموضوع سهل يعني. كل الموضوع في ازاي نحسب قيمه الفاكتور بتاع ايه السي اف. طيب وبالتالي هو بيقول لك هنا لو الويند دايركشن مثلا في اتجاه عمود على الضلع، تمام، يبقى كده خلاص ده هناخد الفاكتورز ايه دي. طيب الثانيه هو بيقول لك لو انت الويند جاي لك في الاتجاه ده هتاخد القيم بتاعتك كام؟ هتاخد كأن القيم ديت واحد وايه واحد، كأنك انت بالظبط شبه الايه السداسي او الثماني. ليه؟ لان انت في الاخر كان الويند عمل له ايه دايفرجن كده، تمام، ده لما يكون في اتجاه الايه الوتر، تمام. طيب لما انت بقى دلوقتي شكل السداسي او الثماني، تمام، قلنا الايه الفاكتور بتاعه ايه بواحد، تمام. طيب تعالى بقى ده كده ايه ده بالنسبه لايه لغايه هنا، يبقى احنا كده خلاص فهمنا الفاكتورز دي عباره عن ايه. طب تعالى عايزين نفهم بقى في الكود هو ايه ليه مدي في الشكل الدائري 3 حاجات. قال لك دلوقتي والله طب انا ممكن يكون عندي الشكل دائري، تمام، بس السطح بتاعه سيرفيس مش ناعم، تمام، او في نتوءات. يعني مثلا انت مثلا دلوقتي الشكل ده، تمام، فيه نتوءات بمعنى ان هو معمول بطوب مثلا، فالطوب ده فيه نتوءات مثلا، في حاجات مثلا داخله وفي حاجات خارجه، تمام، شكل مش معمول كده مثلا، تمام. عارف شكل النخله انت بتلاقي فيه حاجات داخله وفي حاجات طالعه، تمام. يعني انت لو عايز تحسب ويند بريشر على النخله مثلا، ما بتلاقي فيه حاجات داخله وفي حاجات طالعه، تمام. طب هل دي بتاثر على الويند؟ بتاثر على الويند. فبيقول لك ايه والله انت الديامتر ده دي صح، ماشي، ده الديامتر دي. طيب عمق النتوء او اللي انت في الاخر الحته اللي بتدخل وتطلع دي قد ايه؟ اللي هي الحته دي اسمها دي داش. بياخد بقى قيمه الدي داش ده على الدي، تمام، بيطلع له قيمه. والله هي لو زيرو ده معناه ان هي ايه مثلا سموث سيرفيس، بمعناها ان هي ايه ان انت مثلا زي سطح معدني في الاخر مثلا زي الستيك، تمام، او الفيرتيكال فيزل او الستيل تانكس، تمام، دي هتبقى ايه بزيرو، تمام. طب لو فيها شويه نتوءات مثلا، ممكن تكون مثلا نتوءات صغيره مثلا، او مثلا جزء اولاني في جزء مثلا ايه ده، او ده مثلا سطح خرساني ما كانتش الشده مظبوطه ففي مثلا نتوءات، تمام. في بقى سطح ثالث ممكن يبقى فيه 0.08 مثلا، يكونوا اصلا سطح معمول بريكس يعني طوب مثلا، ففي نتوءات، تمام، ف 0.08. طيب كل ما النتوءات دي بتزيد الخشونه بتاع السطح دي بتزيد، طبعا الرينولدز نمبر بيزيد، فبالتالي اصلا دي كده هتلاقي في الاخر ايه القيم دي بتزيد، اوكي. فبالتالي هي لو سموث سيرفيس المفروض ان ديت بتبقى القيم بتاعتنا اللي هي دي، تمام. لو مودريت هتبقى القيم دي، لو في الاخر فيها رف سيرفيس هتبقى ايه دي. فمش كل الاسطح الدائريه هتاخد نفس الرقم، تمام، لا هي بيزد على سموث سيرفيس اور نوت، تمام. وبالتالي يبقى احنا كده ايه خلاص فهمنا الجدول ده. طيب يبقى احنا كل الهدف هتعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه تحدد الشكل بتاعك عباره عن ايه، تمام، ودي سهله، هو خلاص اسطواني مثلا ولا هو شكل من الاشكال التانية دي. طيب الحاجه التانية هتحسب قيمه نسبه الاتش على الدي، هتخش على الجدول يبقى انت جبت قيمه السي اف، جبت السي اف هتروح تضربها بقى في الفاكتورز بتاع الكي والكيو، يبقى انت جبت الاكسترنال ايه بريشر. لو ضربتها في الاريا يبقى انت جبت الايه الفورس. موضوع صعب؟ لا مش صعب، هو الدنيا سهله خالص. يبقى انت في كل الاستراكشرز انت بتحاول توصل ازاي تحسب الفاكتور بتاع ايه السي اف. لكن الجزء بتاع الكي والكيو خلاص هو زي ما شرحناه قبل كده في المباني. اهم حاجه تفهم ايه الجدول اللي احنا بنتكلم عليه ده. طيب انا شايف دلوقتي هو قال لك ايه، قال لك حته كده غريبه، قال لك ايه، قال لك هو توزيع معامل ضغط الرياح خارج السي اي. مش احنا قلنا السي اف؟ طب وبقول لك فيه الشكل ده، طب ايه الشكل الغريب اللي هو عامله ده؟ طب تعالى كده ايه نروح للسلايد الثانيه نحاول نفهم ايه الموضوع. طيب السلايد الثانيه هنا قال لك ايه، قال لك دلوقتي هو السي اف ده عباره عن ايه؟ هو تجميع الشكل ده من الاخر، يعني ده تجميع الشكل ده الحسبه البسيطه. طب انت بقى والله لو انا بتقول لا انا عاوز اعملها بقى بالظبط معموله ازاي، تمام، يبقى وعاوز تعمل مثلا انت قلت لا ده انا هعمل ايه فاينات اليمنت موديل، تمام، وان انا اعمل شيل مثلا واقسمها، تمام،
والشيلز ديت هبتدي ايه اصين عليها ايه اللود او الويند بريشر. طيب هتصينه ازاي بقى؟ الحسبه الاولانيه احنا حسبناها انت ممكن تمثله بكولوم عادي تمام بالكروس سكشن، بتاثر على الفريم كروس سكشن، وتبتدي تحط الايه الويند بريشر بتاعك تمام بقيمه السي اف اللي انت حسبتها خلاص، وتقدر تجيب الفورسز عند البيز. هنا لا، محتاج تعمل الشكل بقى ده. طيب ده بيمثل لك ايه؟ بيوريك بقى هو شكل توزيعه الويند حوالين الشكل الاسطواني ده بيبقى عامل ازاي. بيقول لك هنا لغايه هنا هو عامل هنا ده مثلا الشكل الاسطواني بتاعه تمام. السي اي ده لو في انترنال بريشر، الدي ده اللي هو الدايمتر، الفاي ده اللي هي الانجلز بتاعت اللي هي عماله ايه بتزيد، فده الانجلز هنا بزيرو، بعد كده عماله ايه بتزيد معاك. طيب بيقول لك لغايه فاي معينه كده تمام، بتبتدي تلاقي هو البادئ هنا ده بريشر تمام، وبعد كده ايه بيحصل سكشن عند زاويه ايه معينه، فالجزء ده بتلاقي فيه بريشر ده سكشن تمام، بيكمل كده تمام، التاني برضو بيكمل معاك نفس الكلام تمام، وبعد كده ايه بيروح جاي ايه كده مكمل نفس الشكل، يعني بيبقى سيمتريك. طيب وبيديك هنا جدول كبير كده. طيب ايه الجدول بقى الكبير ده؟ طيب لو نبص هنا تاني، ايه القيم دي؟ اتش على دي واتش على دي واتش على دي، شبه اللي احنا شفناه الايه في السي اف اللي احنا شرحناه السلايد اللي فاتت، دي الطريقه الاولانيه، الطريقه السمبليفايد عادي، الطريقه السهله، مش محتاج تخش في الطريقه الثانيه دي تمام. لو انت حسبت في الطريقه الاولانيه خلاص، لو هي انف بالنسبه لك خلاص مش محتاج تخش في الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه برضه عشان ايه، انت لو قابلك سبيشال ابلكيشن محتاج ان انت تفهم انت ازاي تعمل اساينمنت ايه للويند بريشر على شيلز. طيب اتش على دي طبعا زي ما قلنا 1 و7 و25 تمام، وبالتالي ان انت مثلا دلوقتي قلنا لو اقل من 1 خلاص 1 وفيما اقل هتاخد الرقم ده، لو اكتر من 25 او 25 هتاخد الرقم ده، ان بتوين بقى من 1 ل 7 تعمل انتربوليشن، من 7 ل 25 تعمل انتربوليشن. كويس. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله افترض ان انا عندي سيركلر وهبتدي اقسم الفاي دي تمام كل 15 درجه تمام، كل 15 درجه هقول لك الايه الويند بريشر في الحته دي السي بتاعي عامل كام. فانا خلينا مثلا في ليكن اتش على دي بواحد، فهو بيقول لك عندي الزيرو هنا اعلى قيمه اللي هي بواحد. ليه بواحد؟ هتلاقي انت فاكر لو احنا قلنا استجنيشن بوينت، طبعا الاستجنيشن بوينت هنا ايه بزيرو، فبالتالي انت بتاخد كل البريشر اللي جايلك من برنولي، فبيبقى الفاكتور بتاعك اعلى حاجه اللي هو ايه بواحد. طيب بعد كده بتبص تلاقي ايه بعد كده بعد الزاويه هتبتدي تقل 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 تمام لغايه ما توصل لكام، مثلا هنا عند مثلا 15.8 تمام، 15 درجه بوينت 8، بعد شويه عند 30 هتبقى ايه بوينت 1 الحته دي، بعد شويه بقى هتبتدي في السكشن تمام، هتلاقي كل القيم دي بعد كده ايه بالنيجاتيف، بص لغايه ما توصل لغايه الايه ال 180 درجه، هتلاقي فجاه كده عماله بتزيد تمام، وبعد كده ايه بتقل. ده بيفكرك مثلا انت لما كان عندك شكل كده، فانت كان بيبقى عندك سكشن كده وسكشن كده وسكشن كده صح، وعندك ويند بريشر. طب في السيركولار قال لك في جزء كده هيبقى عند ويند بريشر، وجزء كده هيبقى عليه سكشن تمام، والجزء ده عليه سكشن، وده بيكمل سكشن كده. بس هو ده الشكل اللي احنا شايفينه ده. وبالتالي لو انت عايز بقى تمثل الشكل ده، لا يبقى انت محتاج ان انت تعمل شيلز دي تقسمها كل 15 درجه تمام، وتبتدي تعمل ايه تاساينمنت اللود على او السي فاكتور لكل مثلا ايه سيرفيس من دول كل 15 درجه بالفاكتورز ايه دي. هو طبعا جايب لك من الزيرو هنا لغايه ال 180، وبعد كده هو انت هيبقوا ايه سيميلر في الاتجاه التاني. طب احنا سؤال بقى، هو دي محسوبه لانهي؟ يعني احنا الجدول اللي فات كان في شكل كان متقسم كده، ده كان الاتش على الدي تمام، وكان الشكل ده الشكل. طب الشكل ده كان عباره عن ايه؟ قلنا في شكل كان مربع تمام، وفي شكل اللي هو كان سداسي تمام، وفي شكل اللي هو دائري، والدائري قلنا فيه 3 كيسز تمام. ده الجدول ده محسوب لانهي شكل؟ ده السؤال. طيب خلينا كان نقرا، بيقول لك القيم اللي موجوده دي محسوبه لاني محسوبه لشكل دائري زي ده متوسط النعومه، يبقى الكيس اللي هي بتاعت الايه المودريت ايه سيرفيس.
اللي هو زي ايه، زي السطح الخرسانة العادي او الايه سطح المباني المنتظم. وبالتالي دي مش محسوبة لكله، ده محسوبة لايه، محسوبة للشكل ده. طيب نفهم من كده ايه، والله طبعا لو عندي سموث ممكن ان انت ايه تعمل ريدكشن. طب انت لو عندك رف سيرفيس ممكن تعمل ايه، تعمل بالريشيو، يعني تشوف الفاكتور هنا كان كام، تمام، وتضربه في الفاكتورز دي، تمام. طب انت لو عندك شكل تاني ممكن تبتدي تشوف والله كانت ريشيو مثلا زي ما احنا كنا بنقول هنا مثلا، ولكن كانت بونت ونص، هنا بونت 6 مثلا، 1.3 كان في المربع. ممكن ساعتها تبتدي تاخد الفرق ده اللي انت تعمل ايه، تضرب في 1.3 على 0.6 لو انت حابب تستخدم نفس الطريقه. بس طبعا الاسهل ايه، الاسهل ان انت طبعا تستخدم طريقه السي اف، سيف ستريت فورور عن دي، تمام. طبعا هو بيقول لك هنا فده الجدول ده محسوب على سطح خرساني مودريت راف سيرفيس، تمام. محسوبه مش لكله، هي محسوبه بس للشكل الدائري ده. الحاجه الثانيه بيقول لك ان انت بتشيك على القيمه ديت دي اللي هو الدامتر، تمام، وجذر الكيو ديت الايه البيزك ويند سبيد اللي احنا ايه حسبناه، ان القيمه بتاعتها تبقى اكبر ايه من 1 على 6، تمام. لغايه هنا كده الجدول ما فيهوش حاجه، تمام. هو بيقول لك هنا طبعا ايه، لو انت عندك في اوبننج او الكلام ده كله يبقى انت محتاج تحسب ايه، تحسب قيمه الانترنال بريشر زي ما حسبناها قبل كده او اتكلمنا عليها قبل كده. طيب معامل الويند بريشر ده قال لك ايه، هيظهر عندنا حاجه جديده، هو بيقول لك هي المدخنه دي شغاله ولا مش شغاله. خلي بالنا المغلقه دي مش معناها ان هي ما فيهاش فتحات، المغلقه دي معناها ان هي خلاص هي ما عادتش ايه شغاله. فبالتالي هو هنا بيقول لك لو هي بتعمل بكامل طاقتها خلاص هتاخد ان ايه بوزيتيف ايه بوينت 1، لو هي مغلقه تمام يبقى انت ايه نيجاتيف بوينت ايه. طب لو في المآذن هتاخدها مره بوزيتيف بوينت 3 ومره نيجاتيف بوينت 3. بالتالي كده خلاص يعني. لو قلت لك في طريقتين، الطريقه الاولانيه اللي هي ستريت فورورد ان تحسب السي اف وتضربها في الكي في الكيو. الطريقه الثانيه والله لو انت عايز تمثلها على موديل بقى بيشيل اليمنت والكلام ده كله، تمام، لاسباب تانية ممكن تكون سبيشال ابلكيشن، هتبتدي ممكن تستخدم ايه الطريقه دي. الطريقه دي زي ما بقول لك هي محسوبه لسيركلر مودريت راف سيرفيس، تمام. هتخش تحسب قيمه الاتش على دي بتاعتك، هتبتدي تقسم كل 15 درجة، تبتدي ايه تحط السي فاكتور بتاعك، يبقى كده انت خلاص ايه عملت ويند ايه اساينمنت، تخلي ايه البرنامج يحسبه لك، لان انت ديت هتبقى صعبة ان انت تعملها كالكوليشن باي هاند او حتى بالاكسل شيت، لان الاسهل ان انت تعمل بطريقة السي اف على طول. يعني ان شاء الله كده المحاضرة دي كده نكون غطينا الجزء بتاع التشيمني زي ما انت شايف في الصورة ديت، تمام. ده اشكال من الموجود في الحاجات السيريال بتبقى دي كومن، يعني الحاجات دي كومن جدا، مثلا زي المداخن دي مثلا، زي مثلا كولينج تاور، زي مثلا ستاكس اهيت، هتلاقي في اشكال كتيره، يعني دي كولينج تاور، ده اللي هي المداخن او الحاجات بتاعت اللي هي الرف سيرفيس الكونكريت رف سيرفيس، دي ستاكس اهيت، تمام. في حاجات برضو سيركل بس ده هوريزونتال مش فيرتيكال، في حاجات برضو ممكن تلاقي مثلا فيرتيكال فيزل، ممكن تلاقي حاجات برضو في الكمبريسورز وحاجات زي كده، تمام. دي كتيره في الابلكيشن دي موجوده كتيره في الجزء بتاع الاندستري. ان شاء الله كده نكون غطينا الموضوع ده، وان شاء الله نعمل برضو سيشن تانية، تمام، على ازاي نعملها بالاكسل شيت، ونحاول ان احنا نعملها برضو على الساب لو عندنا وقت. ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، ورب دايما تكونوا بخير، ولو حد عنده استفسار تكلموني في اي وقت ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.